يسعنا اليوم التحدث عن الأطماع الأردوغانية، عن الأطماع العثمانية التي تستمر يوما فيوما لتستغل أكبر مناطق من إقليم كردستان. إن هذا الأمر يسعنا أن نقول بأنها مؤامرات دولية، مؤامرات تركية إرهابية تحاول قدر الإمكان التفرقة بين الشعب الكردي، تحاول تفرقة هذه الأقاليم عن بعضها، سواء كانت باشور كردستان أو باكور كردستان أو حتى مناطق روجافا التي ما شهدناه من انتهاكات تركيا بحق مدينة عفرين، بحق مدينة رأس العين، تل أبيض. إن هذه الانتهاكات كلها تحاول الدولة التركية زرعها في هذه المناطق لاستغلال أكبر مناطق من أقاليم كردستان. نستطيع القول بأن إرادتنا ستكون أقوى بهذا الخصوص، كوننا كلنا شعوب واحدة نسعى إلى الديمقراطية وإلى فلسفة حقيقية هي فلسفة القائد عبد الله أوجل. هم داگیرکرینا هریمین مدیای آنجی ایریشون خبر فرهتر بی داگیرکریا خبر فرهتر بی که پلانین گوتی دانی جی ام بیشن بسیاسته کی پولیتیکیه کی و شرطی و کی تزانی جی اتفاق لازانی گود به سالی د بداوی د بل هم بر و دخوازه بهتر ایریشون خود داگیرکریا خو بهتر سر هریمین مدیا آنجی روجاوای کردستان بهتر بر فرهتر جی بی که و داگیر بی که اما ام دبیجن بدنگیا پدکی لهم بروان ایریشان حیا نهاجی ام بیجن هلوستا پدکی نهاتیه داین ایدی درفت ده گو بهتر داگیر کری برفرهتر ببه همجی بهتر هریم المدی که بن داگیر ام بیجن بانگا مجهمو پارتین کردی آلیین سیاسی جی جبو یکریزیا پارتین کردی ببنیه ولهم بر ایریشن داگیر کریا ترکی ببن دستك والهمبر إيريشان بساكنة. ندين بشدة الهجمات على جبال كردستان وأقليم كردستان. هذه الهجمات التي تكون ضد المشروع الأمة الديمقراطية، وندين بشدة التباطؤ الذي من حكومة أقليم كردستان. نرى فيه دعم للهجمات التركية والتوسع التركي في الأقليم. في ظل هذه الهجمات نناشد جميع الشعوب ومن جميع المكونات في دعم المشروع، الدفاع المشروع والقوات التي تدافع لإرساء مشروع الأمة الديمقراطية والانتفاضة ضد هذه الهجمات وضد هذه التوسعات الأردوغانية.